محدش فينا ما يعرفش فيلم سهر الليالي، النهاية السعيدة لكل أبطال الفيلم من بعد ما بتتحل كل مشاكلهم، ومشهد الفرح على أغنية سهر الليالي، الأغنية الرسمية للأفراح المصرية من 2003 لحد النهاردة. وأنا جاي لك بالفيديو ده عشان أقول لك إن النهاية عكس كده تماما. بس تعالى الأول نفتكر بسرعة حدوتة كل واحد فيهم. هنبدأ بسامح، العازب الوحيد اللي في الرواية، عايش مبسوط لأنه عازب وبيشتغل الحاجة اللي بيحبها، وفي نفس الوقت عايش قصة حب جميلة من غير جواز. وطبعا هو مش عايز يتجوز لأنه عايش حياته مع إيناس من غير مسؤوليات ولا وجع دماغ. ودي أول مشكلة بتواجه سامح وإيناس، إنها دايما بتطلب منه الجواز وهو دايما بيرفض. والمشكلة التانية بتبتدي لما إيناس بتطلب من سامح انه يروح معاها ميعاد عشاء مع حامد المهدي، ولما بيروح بيعرض عليه حامد المهدي ان سامح يشتغل معاه مقابل اضعاف مرتبه، وبيحس سامح ان حامد المهدي بيفاوضه على حبيبته بشكل غير مباشر. اسمي ردك ده يا باشمهندس تواضع؟ لا، سميه رفض دبلوماسي. طيب الشخصيتين اللي بعد كده معانا هم خالد وبيري، متجوزين عن حب وحياتهم مستقرة. وطبعا مشكلة خالد احنا عارفينها كويس لانها اتوثقت في جملة من اشهر الجمل الحوارية في تاريخ السينما: دمي ده بيجري فيه كور بيضة وحمرا ونسوان. وفي مرة بيتصل بيها خالد بالغلط وهو مع واحدة من اياهم. شكلك مش طبيعي من الصبح يا بيري، مالك في حاجة؟ ايوه في. وبتقول له انها كانت عارفه بكل نزواته، لكن المره دي سمعته بودنها وبتطلب منه الطلاق، وبيتفقوا انهم يبعدوا عن بعض يومين لحد ما يعرفوا ياخدوا قرار. اما مشكله عمرو انه اتجوز فرح اللي هي كانت خطيبه صاحبه علي، وفرح لسه متعلقه بعلي وطول الوقت بتبالغ في اظهار سعادتها في الجواز مع عمرو، خصوصا قدام علي ومراته. المشكله بقى ان عمرو فاهم ده كويس قوي. اهو اللي بيتكلم ده اسعد زوج في الدنيا، تنكر؟ وبيبان في المشهد ده وهو بيصورهم في عيد ميلاد ملك بنت خالد، وكأنه بيأكد لنفسه ان هو فاهم صح. ده غير ان امكانيات عمرو الماديه كانت اقل بكتير من فرح لما طلبها للجواز، فاهلها بيساعدوه وبيجيبوا له الشقه والعربيه، وبيمسك المصنع بتاعهم براتب ما يحلمش بيه. وده كان كلام فرح لعمرو في المشهد ده، فبيسيب لها البيت وبيمشي. وده علي ابن الناس الكويسين. علي كويس، عادي عادي قوي. طيب بص، انا مش هوضح اكتر من كده، وانت لو شفت الفيلم فانت عارف مشكلته كويس. ومشيره مراته بتلاقي ضلتها في وائل فوده اللي هو الاستاذ احمد هارون او استاذ عمرو واكد، مش متاكد. اسمع كده: انا مش متعود اقلع هدومي في لوبيات الاوتيلات على فكره.